تخيل انك شايل بندقية وفي الجهة التانية في اخطر قناص في المانيا كلها بيدور عليك. ده حصل فعلا في معركة ستالينجراد، اصعب معركة في تاريخ البشرية، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في فيلم انمي ات ذا جيتس. احنا في سنة 1942، الحرب العالمية التانية كانت والعة، وهتلر كان حاطط نقره من نقر مدينة اسمها ستالينجراد علشان اسمها على اسم عدو لدود ستالين. الحرب هناك ما كانتش دبابات وبس، دي كانت حرب شوارع. الفيلم بيبدأ بمنظر يسد النفس، القطر محمل عساكر روس، والروس هنا بيتعاملوا مع عساكرهم بطريقة صعبة جدا. العساكر بينزلوا وبيدوهم بندقية لكل اتنين، يعني واحد يمسك البندقية والتاني يمسك الرصاص ويجري وراه، ولما الأول يموت التاني ياخد البندقية ويكمل. واحد من الروس اسمه فاسيلي، شاب جاي من الجبال، اتربى يصطاد الذئاب والأرانب من هو صغير. المعركة ولعت والكل بيجري يمين وشمال، ودم هنا ودم هنا. فاسيلي لقى نفسه محاصر ووراه جثث زمايله، وقرر يعمل الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها، انه يصطاد الألمان زي ما كان بيصطاد قبل كده، واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس. 5 ضباط ألمان في دقايق. جنبه كان قاعد واحد اسمه دانيلوف بيتفرج بذهول، وهنا بدأت تتشكل في دماغه فكرة. دانيلوف شغال في الدعاية، يعني مهمته يرفع معنويات الجيش، وفاسيلي ده كان الهدية اللي بيدور عليها. روسيا كانت بتخسر والروح المعنوية في الأرض. دانيلوف قرر يخلي فاسيلي سوبرمان الغلابة، بدأ يكتب عنه في كل الجرايد: فاسيلي قتل 40 ألماني، فاسيلي جاب رتيبة كاملة يا جدعان. فاسيلي بقى أيقونة، وبقى عنده فرقة قناصين بيعلمهم أصول الصيد. وهنا فاسيلي كان بيتفرج على شهرته وهي بتكبر ومش مصدق. الراجل اللي اتربى في الجبال بقى بطل قومي، وفي وسط المعمعة دي بتظهر تانية، البنت اللي درست في ألمانيا وجاية تنتقم لأهلها. فاسيلي بيقع في حبها، ودانيلوف كمان عينه منها، وهنا بدأت تظهر بوادر خناقة حب في وسط الدمار ده كله. يعني الاتنين اللي مفروض صحاب دلوقتي في منافسة، حرب مع الألمان وحرب تانية على قلب تانية. الألمان اتجننوا، مين العيل الروسي اللي مبهدلنا ده؟ فقرروا يبعتوا تقيل التقيل، الرائد كونيج. كونيج ده مش عسكري عادي، ده راجل أرستقراطي برنس في نفسه كده، وقناص ملهوش حل، أستاذ القنص الأول في ألمانيا كلها. كونيج أول ما وصل بيعرفوه إن فاسيلي موجود في منطقة معينة. هنا بيعمل فخ عبقري وبيقتل 2 قناصين من رجالة فاسيلي وبيسيبهم طعم. فاسيلي بيبدأ يحس إن اللعب بقى على كبير، واللي قدامه ده مش عسكري عادي، ده صياد ذئاب زيه بالظبط. المواجهات بتبدأ تزيد، في مشهد يحبس الأنفاس. كونيج بيستخبى تحت لوح حديد في وسط أرض فاضية لمدة يوم كامل من غير ما يتحرك. فاسيلي وصاحبه بيحاولوا يكشفوه، بس كونيج بذكاء بيصطاد صاحب فاسيلي وبيدمر نفسية أهل فاسيلي. وهنا يبدأ يشك في نفسه، هل أنا فعلا أسطورة ولا ناصر منسي الأسطورة؟ كونيج بيبدأ يلعب ألعاب قذرة، يستخدم طفل صغير اسمه ساشا عشان يوصل لفاسيلي. ساشا ده كان شغال بيمسح جزم للألمان، بس هو في الحقيقة جاسوس لروسيا. كونيج بيفهم اللعبة وبكل قسوة بيشنق الطفل ساشا علشان يجر رجل فاسيلي لمعركة أخيرة. فاسيلي بيعرف اللي حصل لساشا ويقرر إنها لازم تخلص النهاردة. دانيلوف بيبدأ يحس بالذنب لأن هو اللي صنع أسطورة فاسيلي وهو اللي حطه في المواجهة دي، وكمان عشان تانية اختارت فاسيلي ما اختارتوش هو. تانية في لحظة تانية، في لحظة تضحية غريبة، دانيلوف بيقرر يظهر نفسه لكونيج علشان يضربه بالنار ويكشف مكانه لفاسيلي. وفعلا كونيج ما بيكدبش خبر ويضرب دانيلوف في دماغه ويفتكر كده انه قتل فاسيلي. بيطلع كونيج من مكانه وهو مطمن عشان يلم غنايمه. في اللحظة دي فاسيلي اللي كان مستخبي في زاوية تانية خالص وبص نظرة الوداع. طلقة واحدة في جبهة كونيج بتنهي أسطورة ألمانيا. في الختام الحرب خلصت في ستالينجراد والروس كسبوا، وفاسيلي وتانية اتقابلوا مرة تانية في المستشفى. الفيلم ده بيعلمنا إن الحرب مش بس سلاح، الحرب نفس طويل وذكاء. فاسيلي مات سنة 1991 وهو بطل قومي، وبندقيته لسه موجودة في المتحف لحد النهاردة، واللي بتعلمنا إن الصبر هو اللي كسر غرور هتلر. هتلر، لو وصلت لحد هنا فأنت بطل زي فاسيلي. ما تنساش بقى بطل اللايك المتين، وقولي في التعليقات ايه اكتر لقطة وترت اعصابك في الفيلم.